أعزائي المشاهدين، مثل ما قلنا لكم جهزنا القاطع هذا، خلينا الوكر مالته على حطته، خلينا الأكل والماي. برميل هذا جديد ذاك شوي تاخ. هسه راح نبدي نفتح القاطع نحولهن مكانهن ياخذ راحته. راح اطلع مثل ما تشاهدون وافتح القاطع من برا، لان هذا الباب ينفتح راس ثاني طبعا من هذا الباب. تعال 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 جاي تعال تعال. هسه راح ارجعك لمكانك. زعلان؟ لا تزعل، تزعل يا حلو. دخلت الوكر مالتها تشتم بيه، مكانها عزيز عليها، ومثل ما تشاهدون هذه الطبقة الرملية بيها يعني فائدة بالمحميات، تمنع الرطوبة. يعني إذا انقلب ماي لو مطرت الدنيا فيساعد هذا يعني ما يظل يابس. وبالنسبة للناس اللي تقول ليش ما تسوين كاشي أو صب، فجربت ناس هواي كثيرة، أخذت من عندنا ذيابة وخلتها فوق السطح على الصب وتأذت رجليهن، قام يطلع دم من الشعب من جوا مال، والإظافر تتقطع. شوف شلون هسه تحلى بهذه الطريقة، مكان مرتاحة بيه، مكان جديد ما تشاهدون أعزائي المتابعين. هو طبيعته يعيش بالتراب ويتحلى بالطبقة الترابية مثل ما تشاهدونه أمامكم. هسه هنا ياكل بالماعون ويبز بيه مثل ما تعرفون متابعين الأعزاء. شاهدوا أعزائي المتابعين شلون يشمن بالقاطع، يشمن التربة الجديدة ويدحقن للمكان مالتهن ويفترن مثل ما تشوفون بهاي الصورة. شوفن اكو ترميم وشي جديد، وهذه طبعا البيئة مالتهن اللي يعيشن بيها، اللي دائما القاهن بالاراضي الرملية مثل هذه الرملية، فجبت نفس التربة اللي هن يعيشن بيه بالبر والطبيعة، طبيعتهن يعيشن بهذا المكان. ومثل ما شفتوا اكو ناس تقول ذيابتك جوعانة او كاتلها الجوع، هاي احنا ذا نذب هيك كمية كثيرة مثل هذه يخيس وبعدين من ياكله يتمرض. فاحنا هسه هذه ذبيناها، يعني خطأ من عندنا من ذبيناها. مثل ما تشاهدونهن يعني لو مخلينهن بالمجمدة افضل، تنطيهن يومية شوية شوية على قد شبحن حتى يكون اللحم طازج بنفس الوقت جديد.
وهذه البيئة الملائمة لهذه الحيوانات يجي للسامع، ومثل ما تشوفون شلون راح يرتاحن وراح يجن هسه من ساعة من زعجات. تعال تعال انا ما سويت لك. تعال 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 هاش تعال. ما تشوفون اعزائي المتابعين هذا العلامة هسه انا عرفتها ليش الفحل جاي يبول بالبرميل. فانكم يعني ياهل اريدكم تكتبون بالتعليقات ليش الذيب جاي يتبول بالبرميل مثل ما تشاهدون. الماء جديد والبرميل جديد. اللي يعرف خليه يكتب لنا بالتعليقات. طبعا انا عرفت ليش بال بالبرميل. هسه هنا جاي يدفن باللحم مالتهن، يدفن حتى ينحفظ وقت اكثر وازيد. مثل ما تشاهدون شلون يدفن بحلقه الفحم. وطبعا بال بالبرميل يريد نبدل هذا الماي. هذا الماي بيه ريحه غاز، لان البرميل جديد وبيه غاز. غسلته بتايت مرتين وزاهي والظاهر بيه ريحه غاز، فيتبول بالبرميل حتى تبدل الماي. هسه انا راح ابدل الماي لهن. وهذه النثيه مثل ما تشاهدونها تحلى بالرمل شلون فرحانه بهذه الطريقه. والفحل ايضا يدفن بالاكل. اليوم خلنا ازود لهن بالاكل ونعطيهن ماي جديد وتربه جديده. فهذا الحيوان اجى للسامع يرتاح بهذه الطريقه. وان شاء الله احنا ما راح نبقيهن بهذه المحميه مثل ما قلنا لكم بالفيديو ذاك اللي نزلناه. انشأنا المحميه، سولفنا عليها. محميه جديده ملائمه لهذه الحيوانات. يجي للسامعين مكرمين معززين، وكل الاحترام للمتابعين وكافة اخواننا ومتابعينا من جميع دول العربية والدول الأجنبية. وتحياتي إلى دولة العراق ودولة السعودية ودولة الكويت وقطر والأردن وشمال العراق وغرب العراق، واللي محافظات اللي ما اذكر اسماها بعد بيهم يعني يزعلون. وتحياتي للأهواز. هاي دائما يعني انسى الأهواز. تحياتي للأهواز وسلامي لهم، واشكرهم للمتابعة والاشتراك. نشكر اخواننا بالمغرب، نشكر اخواننا بجميع الدول العربية بدون استثناء. نشكر اخواننا على المتابعة الفلسطينيين. طبعا دائما يطلع عندي بالاستديو منشئ المحتوى، تعرف منو اللي يتابعك من يا دولة كان. فالدول هذه مثل ما تشاهدون تطلع عندنا هذه الدول اللي تتابعنا وتتعلق لنا دائما، وايضا تتواصل ويانا. والشكر والتقدير الى اخواننا وسلامنا لهم وتحيتنا لهم. مصر العزيزة، والدولة اللي ما ذكرت اسمها وسلمت عليها وشكرت من عندها اكتبوا لنا بالتعليقات ان شاء الله بالحلقة الجاية. خاف يخوننا التعبير، ان شاء الله نذكرها بالحلقة الجاية. واحنا اخواننا ومتابعينا احنا اللي كسبنا معرفتكم، وكسبنا ناس شخصيات معروفة وشخصيات بسيطة من خلال هذا الحيوانات الجميلة اللي تعالجها. الناس تتابعنا
تحب هذه الهواية وتشكرنا على هذه الهواية، وإن شاء الله نطور من عندها، وهدفنا الوادم تستمتع بهذه الحيوانات البرية اللي أكثر الناس مش يشوفن على بالطبيعة. فإحنا نسوي بالمحميات وخلي العالم تتفرج بهذه الصورة عليهم. وهذه حياة الذئاب مثل ما تشوفونها. طبعا هذا الذئب يعتبر أليف 70 أو 60% ذني عن كبر جبناه. أما واني الذئب إذا كان بري يختلف جذريا، يختلف عن هذا الذئب. ولا تنسونا باللايك والاشتراك والتعليق الجميل. شكرا لكافة المتابعين والإخوان والناس اللي تعلق لنا والناس اللي جاوا نيابة عنا، نشكرهم جزيل الشكر. وطبعا رقم تليفوني مخليه بوصف الفيديو، وتلقونه بوصف كل فيديو. وكثير من الناس تراسلنا على الواتساب وعلى المازنجر، يعني وبيها ما نقدر نرد عليها، فينتصرون يا ليش ما ترد علينا. والله انا مشغول يعني مثل ما تشوفون، وعندي عمل وما فارغ يعني على الانترنت دائما. اتواجد بالليل احيانا، وجاي ارد طبعا على بعد 20-30 شخص يوميا. والله لما اعجز يعني واتعب الا ابطل. يعني اتشرف كل الناس، كل اللي يعلق لنا وكل اللي يراسلنا. لا عندنا لا تكبر ولا عندنا مثلا، بالعكس إن الشرف الناس تراسلنا اللي يبحث عن معلومة معينة أو عنده حيوان جل السامع مريض، لو يسألنا على موسم تزاوج أو يسألنا على أي شيء معين مثل ما الناس جاي تراسلنا. نعتذر منكم، للناس مثل ما تعرفون كثير من اللي يحبون هذه الهواية، وكثير ناس اللي تراسل على هاي المواضيع حول تربية الذئاب، وانتم جاي تشوفون بنفسكم بالتعليقات. فاحنا جاي نخلي لكم قلب للتعليق، ونعرفكم يعني الناس اللي مستمرين والناس اللي يعلقون دائما، نعرفكم شخص شخص من خلال الاسم والصورة اللي تخلونها، ونخلي لكم قلب دائما، ونخلي لكم لايك للتعليق مالكم. وانتم من الناس المميزين والمحترمين والاجلاء. واي واحد يحتاج شيء او مستعجل على شيء معين، رقمي بالوصف وينتصل. وشكرا لكم، في امان الله.